انواع الزيارات بعد جواز. قبل الجواز طبعا ما كنتش بشيل هم اي زياره بصراحه، يعني هي ماما بتعمل اكل كتير جدا وانا بتعشى بيه يومين ثلاثه فكنت بتبسط، وهم بيجيبوا حلويات كتيره جدا فبنقعد بيها الاسبوع كله برضو كنا بنبقى مبسوطين. اول نوع زياره انا ما اعرفش عنها حاجه، يعني انا ما عزمتش والله الناس دي خالص، هم فجاه بيكلموني قدام البيت ولازم يجوا في اي وقت غير مناسب، يعني معاقبه بنتي مدخلاها الاوضه ومش هتطلع، البيت مكركب، الشغاله ما جاتش، في مواعين كتيره في المطبخ، ما طبختش اليوم ده، يعني هم لازم يجوا. وبعدين بيجوا كده تحس ان هم جايين بالدفتر والنضاره واي حاجه بقى بيطلع عليها سمعه، خلاص انا هعيش واموت بالسمعه اللي طلعت عليا اليوم ده، يعني انا لو طلبت اكل اليوم ده خلاص انا ست مسرفه وما بطبخش طول حياتي. تاني نوع المبرشطين دول بيجوا دايما اول انكلوسيف، يعني انا مثلا ممكن اكون عازمهم على الغدا، لا احنا في ما قبل الغدا سناك على ما انت ما بتسخني كده في الميكرويف، بعدين الغدا تسلم ايدك كوبايتين الشاي بالنعناع بعد اذنك، بعد النعناع بقى فيه الحلو، وبعدين بعدها في ما قبل العشاء وممكن تجيب بواقي الحلو عشان احنا ما شديناش فيه قوي، وبعدين العشاء، وبعدين بعدها بقى لو في شويه فشار حبه فاكهه، يعني كلك نظر كده. الزياره دي غالبا انت بتقضيها 24 ساعه في المطبخ ما بتخرجيش منه، يعني انت ما بتلحقيش تخرجي تقعدي معاهم. تالت زياره بقى الزياره الهجوميه، دي بيتراوح عددهم من 7 ل 20 فرد، بيجوا كلهم مره واحده وبيجوا بدري عن ميعادهم وبيستنين منك اي حاجه، يعني انت تحسي انك لو رميتي كده عنبه خلاص اختفت في ساعتها. كم هائل من العيال، فانت يا ريت تعملي كيدز اريا في اي حته، اعملي لهم حته رمله بره يلعبوا فيها، حاولي تضغطي عن اي خسائر اليوم ده. وبعدين الصيني بتاعك مش هيكفي، ولا الصيني اللي ماما اديتهولك، ولا الصيني اللي خدتيه من جارتك، يعني حاولي تقضيها اطباق فويل، يعني عادي مش لازم تتمنظري قدام الناس دي خالص، ممكن اطباق فويل، كوبايات بلاستيك، لان كده كده الكوبايات اللي هتخرجيها انت مش هتلاقيها تاني. تبع زياره مسيطرين، دول بيعزموا نفسهم عندي في اي وقت هم حابينه على الوجبه اللي هم حابينها، يعني احنا جايين نتعشى عندك الساعه 6 تصرفي يبقى احنا مش لسه هنتكلم. وبعدين اول ما بيجوا كومنتات بقى، ايه ده انتوا ما عندكوش باركنج ليه؟ بوابه الكومباوند عندكم عامله كده ليه؟ انتوا ليه مش عاملين دخله كده اول ما بنخش البيت؟ ايه القصه دي؟ ليه بقى مش حاطه في الحته دي نيش كده تزينيه وتظبطيه؟ اجي ادخلها الحمام مثلا الاقيها خارجه من الطرق كده تقول لي ريم الصيفي انت ليه ما نزلتيهوش وطلعتي الشتوي؟ يعني احنا وصلنا للدولاب. بقى شويه زيارات خفيفه كده اللي هي احنا هنعدي عليكم، ودي بتنتهي طبعا احنا طالبين بيتزا اكسترا تشيز واتنين كومبو لارج ماكدونالدز وماتش بلاي ستيشن مش عايز يخلص وبنفضل قاعدين مع بعض لحد الساعه 2، بس دي شويه بنتبسط منها. في زياره تانية برضو سبيشال لو انت لسه ما خلفتيش بمقتنعين ان انت حضانه، يعني اي وقت هم عايزين ينزلوا اي مشوار خدي العيال وينزلوا، ما بيسالوكيش ولا انت عندك لعب حتى للعيال، ولا عندك قنوات كرتون، انت لسه ما خلفتيش ولا اي حاجه، بس انت محتاجه تتصرفي، انت فجاه بيبقى عندك 4 اطفال منهم 2 لمدين بيتكسروا في الحاجه و3 تانيين مش مقتنعين ان انت طنط، يعني هم فاكرينك طفله والمفروض تنزلي دلوقتي تجري معاهم. بس منورنا والله العظيم يا جماعه، منورنا.